اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من مزيد، وانا عشان بحبك هقول لك اكيد. بيبدأ فيلمنا النهارده عن طفل بيحكي حكاية عيلته، وان ازاي جدهم الكبير كان عازف موسيقى بس سابهم ومشي، بس جدته اتعلمت صناعة الاحذية وشغلت فيها العيلة كلها، ودلوقتي هو وعيلته ممنوع عليهم اي حاجة متعلقة بالموسيقى، حتى لو كانت ناس معدية في الشارع في حالها، وتقريبا هم العيلة الوحيدة اللي بتكره الموسيقى في المكسيك. لكن الطفل ميجيل مش زي بقية عيلته، كان بيحب الموسيقى جدا بسبب المغني ده اللي اسمه ارنستو، وكان اشهر مغني في المكسيك كلها، بيغني في الافلام وبيعمل البومات وكمان حفلات، لحد ما في يوم جه الغبي ده وقتله. بيفكرني بأم هنيدي في فول الصين العظيم، فاكرينها؟ وطول الوقت ميجيل كان حاسس انه مرتبط بالمغني ده جدا. ولما ميجيل بيحكي حكايته للعازف اللي كان بيلمع له الجزمه ده، قال له انا لو منك اروح اقول لعيلتي ان انا عايز ابقى عازف، ويخبط دماغهم في الحيطه، بس طبعا قالها له بالمكسيكي، وقال له ان في مسابقه النهارده بمناسبه يوم الموتى ولازم يشترك فيها، ولسه بيديله الجيتار علشان يشوفه، فجدته شافتهم وجريت عليه وادت الراجل بالجزمه وقالت له ابعد عن حفيدي. بس قبل ما ميجيل يمشي مع عيلته اخد اعلان من بتوع المسابقه، وبيروحوا البيت وميجيل بيقول لباباه ومامته ان في مسابقة مواهب وهو عايز يشترك فيها، بس جدته بترفض وبتقوله ان النهارده عيد الموتى، وبتاخده علشان يزينوا المكان اللي بيحطوا فيه صور الميتين بتوع العيلة. والله ما انا فاهم ايه العيد الغريب ده. وجدته بتشرح له ان العيد ده الموتى روحهم بترجع لهم من خلال صورهم علشان يتلم شمل العيلة كلها. ميجيل بيبقى عامل مكان لنفسه ومصنع فيه جيتار، وكمان بيبقى عامل عيد لارنستو المغني زي بقية العيلة، وبيشغل فيلم ليه على التلفزيون وبيقعد يعزف قدامه، وبيقرر انه يشترك في المسابقة بس من ورا اهله، وبيتسحب هو والكلب والجيتار بتاعه، بس كان هيتقفش فبيجري بسرعة على اوضة العيد وبيخبيهم، وبتدخل عليه عيلته وبيقولوا له ان هيبدأ معاهم شغل في صناعة الاحذية بدل ما بيلمعها. بس اول ما بيخرجوا الكلب بيشبط في الاكل، وميجيل بيشده وصورة جدهم الكبير بتقع، وبيلاقي ان صورة جده اللي من غير دماغ دي ماسكة جيتار، وبيكون الجيتار شبه جيتار المغني ارنستو، فبيعرف ميجيل ان جده الكبير كان المغني الاسطوري ارنستو، وبيخرج ويصرخ ويقول لعيلته، بس عيلته بيفضلوا يزعقوله لحد ما جدته في الاخر بتمسك الجيتار بتاعه وبتكسره، وبيتضايق ميجيل وبيسيبهم ويجري، وبيروح على الساحة اللي فيها المسابقة، وهناك بيعرف انه لازم يبقى معاه جيتار علشان يشترك في المسابقة، وبيطلب من الناس جيتار لكن محدش بيرضى يديله، لكنه ما بيستسلمش وبيروح على قبر ارنستو علشان ياخد الجيتار بتاعه ويعزف بيه في المسابقة. بس اول ما بياخده وبيعزف بيه بتحصل حاجة غريبة كده، والناس بتسمع صوته وبيدخلوا يشوفوا مين اللي سرق الجيتار، بس لما بيدخلوا ما بيشوفوش ميجيل وبيعدوا من وسطه كأنه مش موجود خالص، ولما بيخرج بيشوف اهله وهم بيدوروا عليه، لكنه لما بيجري عليهم برضه بيعدوا منه اكنه مش موجود، وبيلاقي ميجيل اشباح كتير ستات ورجاله وبيتخض جدا ويفضل يجري، بس بيلاقي ان الكلب بتاعه لسه شايفه، ولما بيجري وراه بيتكعبل في واحد، وبتطلع الاشباح اللي قدامه دي هي عيلته اللي ماتت، وبياخدوه علشان يروح يجيبوا جدته الكبيره علشان عندها مشكله ومش عارفه تعدي زيهم لارض الاحياء، وبيعدوا على جسر غريب كده، وبيلاقي قدامه مره واحده عالم الموتى، وبيظهر على بوابات العالم ده ان اللي عيلته بتحط صورته في العيد بس هو اللي بيخرج ويروح لهم، واللي ما بيتحطش صورته ما بيخرجش، وميجيل بيبقى مبهور من اللي هو شايفه، بس برضو الاشباح بتتخض لما بتشوفه، وبيروحوا لجدتهم الكبيرة اللي مش عايزين يعدوها علشان صورتها مش متعلقة، وبيلاقوها بتتخانق مع موظفة هناك وبتقول لها مش ممكن الكلام ده، انا كل سنة عيلتي بتعلق صورتي، وميجيل بيعرفهم السبب وان صورتها مش متعلقة علشان معاه، والراجل ده بيقوله ان لازم حد من عيلته هو اللي يرجعه بشري تاني، بس قبل ما الشمس تطلع، وبنلاحظ انه بدأ يتحول لشبح زيهم، وجدته الكبيرة بتمسك زهرة وترجعه للحياة تاني، بس بشرط انه ما يعزفش موسيقى تاني ابدا، واول لما بيرجع لعالم الاحياء نفض لهم وخد الجيتار، بس لما عمل كده رجع للاشباح تاني لانه ما التزمش بوعده، وبيطلب من بقية عيلته ان هي ترجعه من غير شرط الموسيقى ده، لكنهم كانوا خايفين من الجدة الكبيرة، وهي بتقوله ان يا يرجع بالشرط ده يا مش هترجعه، فبتيجي في دماغه فكرة وبيسيبهم ويطلع يجري، وبيلاقي واحد يعرف جده ارنستو وبيتفق معاه انه يوصله ليه علشان يرجعه، وفي المقابل لما يرجعه هيحط صورته علشان يعرف يعدي الجسر هو كمان. بس لما بيروحوا للمكان اللي بيتدرب فيه ارنستو ما بيلاقيهوش هناك، وبيقولوله ان ارنستو ما بيتدربش علشان عامل حفلة كبيرة في برجه العالي اللي هناك ده، وبيعرف انه عشان يدخل حفلة ارنستو لازم يكسب في مسابقة موسيقى، وبيقرر انه يدخلها في نفس الوقت اللي جدته الكبيرة مخليها الحيوان الغريب ده يدور عليه، وبيروح هو وصاحبه هيكتور الهيكل العظمي ده علشان يدوروا على جيتار،
وبيوصلوا عند الراجل الكئيب ده اللي بيطلب من هيكتور انه يعزف له علشان يديله الجيتار، وبنلاقي ان هيكتور فنان جدا وعزفه حلو. بس بعد ما بيخلص هيكتور عزف الراجل بيختفي، وبيشرح لميجيل ويقول له ان لما محدش بيحط صورتك لفترة بتختفي وبيبقى ده الموت الاخير. وبيروح ميجيل عشان المسابقة، بس بيبقى متوتر جدا قبل ما يطلع على المسرح، بس هيكتور بيقعد يحمسه وفعلا بيطلع على المسرح، وميجيل بيقعد يغني، وكمان هيكتور بيطلع معاه علشان يساعده. بس ميجيل بيشوف عيلته بتدور عليه وبينزل جري من على المسرح، وبيتخانق هيكتور معاه علشان كدب عليه وقال له انه ملوش عيلة هنا غير ارنستو، وميجيل بيسيبه ويمشي. وبيوصل للحفلة لكنه ما بيعرفش يدخلها، بس بيستخبى مع مجموعة موسيقيين داخلة وبيروح معاهم، وبيدخل حفلة ارنستو وبيبقى مبهور جدا بيها. وعلشان يوصل لارنستو بيمسك جيتار وبيفضل يغني، وفعلا بيقدر يوصل له. بس هيكتور بيتنكر في شكل مغنية وبيدخل الحفلة هو كمان. وميجيل بيبقى مع ارنستو لما بيدخل هيكتور عليهم، وبيطلع فعلا ارنستو يعرفه، وكمان هيكتور اللي كان بيكتب له اغانيه. وبنعرف هنا ان هيكتور كان صاحب ارنستو، بس لما حب يسيب الغنى ويرجع لاهله ارنستو سممه وخد الاغاني بتاعته وغناها هو واتشهر بسببه. وبيجي الحراس وياخدوا هيكتور بعيد، وارنستو بيحط صورة هيكتور في جيبه وبينادي على الحراس علشان ييجوا ياخدوا ميجيل لانه مش هيرجعوا الارض الاحياء تاني. وبياخدوا ميجيل ويرموه في حفرة كبيرة كده فيها مية مع هيكتور، ولما بيتكلموا مع بعض بيعرف ان هيكتور هو اللي جده مش ارنستو، وانه قرب يختفي علشان محدش عاد فاكره في العيلة. وهنا بتيجي جدته الكبيرة بالحيوان بتاعها وبتنقذهم، وبيروحوا لبقية العيلة. وميجيل بيعرف جدته ان هيكتور كان عايز يرجع لهم بس ارنستو قتله. وفجأة بيقع هيكتور وخلاص هيختفي لان محدش لسه فاكره، وبتقرر جدته انهم يساعدوه ويجيبوا صورته من ارنستو ويرجعوا ميجيل تاني علشان يعلقها وما يختفيش. وبيروحوا لارنستو فعلا على الحفلة وبيفضلوا يجروا وراه علشان الصورة، وبيفضلوا يتخانقوا مع الحراس بتوع ارنستو لحد ما جدته بتاخد الصورة بس بتطلع بالغلط على المسرح، وبتفضل تغني وبيطلع صوتها جميل، وبتفضل تغني علشان تهرب من الحراس اللي بيطردوها، وبتنجح انها تاخد الصورة ولسه هترجع ميجيل بيظهر ارنستو ويخطفه علشان ما يرجعش يقول على اللي عرفه ويبين حقيقته للعالم. بس بيغلط وبيظهر على الشاشة وهو بيعترف انه قتل هيكتور، وكمان سرق اغانيه وبيرمي ميجيل من فوق علشان يموته. بس في اخر لحظة بيجي حيوان جدته وينقذه، بس صورة هيكتور بتقع وتضيع، وهيكتور وهو بيختفي بيرجع ميجيل للعالم بتاعه. واول ما بيرجع ميجيل بيجري على البيت وبيدخل اوضة جدته اللي هي تبقى بنت ارنستو ويقفل الباب، وبيحاول يفكر جدته بهيكتور بس بتكون في البلالة خالص وما بتردش عليه حتى. فبيقعد يغني لها الاغنية اللي هيكتور كان بيغنيها لها وهي صغيرة، فبتفتكر شوية وتبدأ تغني معاه. ولما بتفتكر بتطلع ورق الغاني بتاعت هيكتور اللي سرقها ارنستو وكمان صورته وتديها لميجيل. وبعدها بسنة بيظهر ان الناس عرفت حقيقة ارنستو وان هيكتور هو اللي كان فنان حقيقي. وكمان بتلاقي سياح بيروحوا يتفرجوا على بيته وعلى قصايده. وهيكتور في عيد الموتى بيبقى شايل اخته الصغيرة دي وبيفرجها على صور العيلة، بس بيكونوا علقوا صورة هيكتور المرة دي وخلاص بقوا فاكرينه كل سنة في العيد. وبيعرف هيكتور لأول مرة انه يعدي الجسر مع بقية العيلة ويروحوا لميجيل وعيلته في عيد الموتى. وبيوصلوا للبيت وميجيل كان بيغني والكل كان مستمتع ومحدش خلاص عاد بيزعقله تاني علشان الموسيقى.